يقدم لكم برنامج يفتح يرزاق من طرف مؤسسة التوفيق للقروض الصغرى بشراكة مع سيلاتك. يفتح يا رزاق يا مسهل الأرزاق، افتح يا ربي على الشباب وحل عليهم جميع الأبواب بالرزق والبركة، دور النعورة والحركة، وكل واحد يأسس مقاولته ويدير العز لصنعته. إيوا يا ربي سهل على كل شاب وشابة مغربية يديروا مقاولتهم ويحققوا الاستقلالية المالية. وما تنساوش أي سؤال في بالكم كيدور غادي تلقاو جوابه في موقع بودور. المقدمة راها سالات وحلقتنا ها هي بدات. اليوم غادي نتكلموا على قدرة المقاول على الإقناع. هاد الصفة خاصها بزاف ديال الإبداع في الأساليب التسويقية، حيث الحرفي أو الحرفية كيف ما كان خاصو يكون ثقيق في المنتوج اللي كيبيع باش يقدر يقنع به الجميع، بالإضافة على أن المنتوج خاصني نكون عارفه مزيان ومتمكن منه، سواء كان سلعة أو خدمة أو صنعة، نعطيه القيمة باش نبيعو بالشان والهمة، حيث كل ما استطعت نقنع المستهلك بالمنتوج ديالي كيف ما كان كبير ولا صغير غادي نستطيع نرفع من رقم المعاملات اللي هو الشيفر دافير، وهكذا غادي يعم على المحل ديالي الخير كتير. الله يرزقنا ويرزقكم التيسير. إذن القدرة على الإقناع هي صفة من الصفات اللي كيتميز بها المقاول بالذات. في الحلقة الجاية غادي نتكلموا على قدرة ربط العلاقات مع الناس اللي كل حرفي أو صناعي محتاج لها بلا قياس. إذن قبل ما نختموا ندوزو للخلاصة. القدرة على الإقناع صفة خاصة تكون متوفرة في المقاول بصفة عامة باش يقدر يروج المنتوج ديالو، حيث القدرة على الإقناع هي جزء مهم من الأساليب التسويقية، شريطة أن المقاول بعدا خاصو يكون ثائق في المنتوج ديالو من ناحية الجودة. وما تنساوش المسابقة باش تعرفوا على 5 الفائزين دروك. دخلوا دابا صفحتنا بالفيسبوك بلا ما تقلب ولا تدور، راه سميتها بودور. جاوبوا على سؤال الحلقة اليومية وغادي تربحوا 5 الجوائز هدية، وملي تجاوب في كومونتير غادي تحتاج دير جيم وبارطاج. ومن هنا الحلقة الجاية يا سادة، الله يلاقينا في ساعة الخير مع شادة. وما تنساوش أي سؤال في بالكم كيدور غادي تلقاو جوابه في موقع بودور. قدم لكم برنامج يفتح يرزاق من طرف مؤسسة التوفيق للقروض الصغرى بشراكة مع سيلاتك.